لكي أقول أن الجزائر ورثت الإسلام، وكل من أسلم ما زال هو عائلته مسلم، لا تستهويكم شعارات تفرق بينكم. أي شعارات؟ أي شعارات؟ أي شعارات ترتقي بالجزائر هذا عاد شأنكم، تبنوها تتحاورون حولها، بس المهم أي شعار يفرقكم لا تقبلون، لا تقبلون. ترى شعارات التفرقة موضوعة ومصدرة بصيغة أو بأخرى. أنا لا أقول أن كل الذين يحملونها يعرفون بأنها موضوعة ومصدرة، ولكن حتى بصيغة الإيحاء غير المباشر يقصد بها تمزيق أبناء أمتنا. في العراق أيضا جربوا، وما زالوا اكو يعني مختبرات خاصة تصدر هذه. في العراق كما تعرفون في بلدكم في العراق اكو ناس على السنة من غير اجتهاد بعدها، وآخرين قالوا بأنهم يجتهدون بالإضافة إلى السنة. فتأسس المذهب الجعفري في العراق، وقسم من شعبنا على المذهب الجعفري، اسم كبير، والآخرين كلهم كل واحد يمارس طقوس بحريته، بس اللي يحول الطقوس إلى موقف للفرقة لا، عم نقول له يا ولد دير بالك، انتبه، وإذا ما تنتبه ترى نطقك على خشمك. هذا حق، لأن احنا نريد الشعب ياكل نفسه، ناس تكون تاكل ناس. والله واحد يقول أنا هيك اجتهد وانت تجتهد. تبي قال لك هذه المذاهب صار لها من فترة طويلة من الزمن. شنو علاقتنا احنا في أنه الآن نختلف؟ كل واحد يروح على حريته، ياخذ يتبنى المذهب اللي يريده على راحته، احنا ما ندخل في هذا. بس انه يحاول الفرقة المذهبية او الفرقة في طريقته في رؤية الدين الى انه يقسم الشعب، لا، هذه ترى خطيرة عليكم في الجزائر، لا تقبلوا بها.